صدمة قوية وموجة من الحزن وسط ساكنة المنطقة ومستعملي الطريق بالإقليم. فجر اليوم الأربعاء تحولت الطريق الرابطة بين جرسيف وساكا إلى ساحة استنفار قصوى ومأساة حقيقية. تحركت فيه مختلف المصالح الأمنية والسلطات المحلية على عجل فور إشعارها بالواقعة. فما الذي حدث؟ التفاصيل كاملة نوافيكم بها بعد الفاصل. أهلاً ومرحباً بكم في هذا الموجز الإخباري. فرق الوقاية المدنية وعناصر الدرك الملكي التابعة لمنطقتي جرسيف وساكا هرعت إلى عين المكان بكل ثقلها. الأولوية كانت لتأمين محيط المكان والإشراف المباشر على عمليات إجلاء معقدة في الساعات الأولى من صباح اليوم 13 من مايو الجاري. المشهد كان يعمه الغموض والترقب حول حجم الخسائر البشرية. الأمر يتعلق بحادثة سير مروعة شهدتها الطريق الرابطة بين جرسيف وساكا إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين كانت متجهة نحو مدينة الناظور. الفاجعة أسفرت عن حصيلة ثقيلة، حيث لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 31 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة. سيارات الإسعاف لم تتوقف عن نقل الضحايا على وجه السرعة صوب المستشفى الإقليمي لإنقاذ الأرواح وتلقي العلاجات الضرورية المستعجلة. بالتوازي مع ذلك، فتحت الجهات المختصة تحقيقات دقيقة ومعمقة لتحديد الأسباب والظروف الحقيقية الكامنة وراء هذه المأساة الطرقية التي تتكرر بشكل مقلق. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.